الوزير شريف فتحي، احنا المرشدين السياحيين عندنا مشكلة وعاوزين حضرتك باعتبارك المسؤول عننا وعن شغلنا وعن التجربة بتاعة السائح كلها في مصر، محتاجين حضرتك تحلها لنا من فضلك. احنا ماشيين بهموم ومشاكل اوريدي عندنا كتير في المهنة ومش مستحملين اخر مشكلة اتحطت على كتافنا وشعرين بالمسؤولية وعاوزين حضرتك تحلها لنا من فضلك. عاوزين السياح يدخلوا بعربياتهم، وانا الحقيقه اسأني جدا امبارح ان حضرتك بتقول احنا مش عايزين نقطع عيش حد ومش هندخل العربيات. فانا مش فاهمه يعني حضرتك في مراعاه للجماله وللناس دي اخواتنا وحبايبنا اكتر من السائح الاجنبي اللي بيدر دخل لبلدنا. احنا محتاجين تجربته تبقى هادئه. انا محتاجه اشتغل وانا نفسيا هادئه، مش حاسه بالاجبار ومش حاسه السائح مش مستمتع، السائح معانا تعبان واحنا تعبانين. فاشكل مين يا فندم؟ انا بتوجه لحضرتك كمرشده سياحيه على الارض وبتشتغل وبقول لك احنا عندنا مشكلات، لو سمحت اسمعنا، والمشكلات دي حلها وباختصار ان عربياتنا تدخل. وانا مندهشه من مساله السائح ما يدخلش بعربياته. وبعدين انا محتاجه اجابه، يعني انا محتاجه انا كمرشده وسيط بين حضراتكم وبين السائح اعرف ارد عليه. السائح لما يسالني احنا بننزل من عربيه بنزين ونركب عربيه بنزين او نسيب عربيه جاز ونركب عربيه جاز، ده معناه ايه؟ انتوا بتتكلموا في ان التطوير علشان حمايه الاثر والعربيات الكهرباء. العربيات الكهرباء يا فندم مش موجوده، وعدونا ان يوم 8/5 هيكون في عربيات كهرباء. العربيات مش موجوده، حتى عربيات الكهرباء بتاعه الباشمهندس نجيب ساويرس مش بتشتغل، وانا صورت قبل كده ومركونه لصالح العربيات اللي بالجاز اللي مستأجرة، اللي تلتها متهالك وتلتها متوسط وتلتها معقول. خلينا فير. انا عاوزه اجابه، اقول للراجل ده ايه؟ انا بنزلك من عربيتك اركبك مع جنسيات مختلفه ليه؟ علشان ايه؟ انا بركبك في بيئه ممكن يكون فيها امراض، علشان ايه؟ انا بحرمك من البرايفسي بتاعتك في عربيتك، علشان ايه؟ علشان انا عاوزه احافظ على الاثر ده. انا محترمه ده جدا والراجل هيحترمني جدا لما اقول ده، بس لما اقوله وانفذه. لكن يا فندم حضرتك بتتكلم في ان العربيات مش هتدخل بتاعه السائح الاجنبي، وعربيات الشباب اللي داخلين بالمئات وممكن اقول انهم بالالاف للحفلات اللي بتتعمل بشكل دوري هنا في منطقه الهرم. انا شايفه انه نونسنس، وشايفه انه يعني احنا كبار وفاهمين، والسائح الاجنبي ومعظم السياح اللي ساكنين في منطقه الهرم هنا في اوتيلات نزله السمان بيبقى الصبح محروم من عربيته وبالليل شايف عربيات الاخرين داخله. فمحتاجين اجابه، محتاجين منطق. ليه يا فندم بيحصل كده؟ لو سمحت حضرتك استجيب لطلبنا. احنا تعبانين ومحتاجين نستريح، محتاجين تجربه السائح اللي احنا كل شغلنا الشاغل انها تبقى مريحه وانه يرجع السائح الاجنبي ده يا فندم مش بيجي مصر بس، الاجانب عموما عندهم كالتشر ان هم يلفوا بلاد العالم. فاللي بيروح افريقيا واسيا واوروبا وامريكا ويشوف اجمل بلاد الدنيا، انا محتاجه اعمل له لوجيستكس تخليه يروح مستريح ومبسوط وعنده تجربه فريده فعلا اسمها مصر. لكن انا ليه بعقد له الدنيا؟ ربنا موسعها علينا واحنا بنضيقها على نفسنا. ليه يا فندم؟ انا محتاجه اجابه من حضراتكم كمسؤولين تقولوها لي، وانا حاضر، انا هروح ابلغها زي ما هي، وتبقى اجابه مقنعه تقنعني عشان اعرف اقنع بيها السائح بدل ما يروح غضبان. شكرا.